مشاهديني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب دايما تكونوا بصحة وسلام يا رب. الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن النص جنيه التذكاري والنادر منه، بس لان انا عملت الجنيه اللي هو التذكاري الجديد بتاعنا من 2015 لحد وقتنا هذا. الناس بدأت تتحرك في الفيديو على العملات النادرة، يعني الناس عارفة يعني ايه هي، يعني ايه اللي هي العملات النادرة. تمام، يعني مش محتاج ان انا افضل اوضح تاني في النص جنيه، لان برضو النص جنيه كتير جدا واصدارات كتيرة جدا. فخلونا برضو قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول نص جنيه معانا يا جماعة النص جنيه بتاع قناة السويس. النص جنيه ده يا جماعة معمول سنة 2015 زي ما احنا عارفين طبعا. زي ما الجنيه قناة السويس ليه بتاع ده سعر، فالنص جنيه برضو ليه سعر. وهتقولي ليه يا عم محمد؟ هقولك عشان مش نازل بيان رسمي بكميات السك اللي سك منها النص جنيه ده. تمام، ده اصداره سنة 2015 وانتهى الاصدار بتاعه سنة 2015. هو عبارة عن نحاس مطلب الصلب، تمام، يعني لو قربت منه المغناطيس هينجذب ليه عادي. الوزن بتاعه 6.5 جرام، والقطر بتاعه 23 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.3 مليمتر. السعر بتاعه عايز برضو تاخد بالاسعار بتاعتي ماشي، يعني حسيت ان انا بخسر بالاسعار الارض او حسيت ان انا ببالغ فسعر بنفسك. تمام، الاسعار دي انا بجيبها على حسب موقع الاي بي عشان بيحصل فيه مزايدات. عشان برضو ايه ابعد عن حته السعر دي، انا داخل اقول لك معلومات عن العمله عشان اعرفك قيمه الشيء اللي معاك ومش اكتر ولا اقل. تمام، التسعير ده على حسب رغبتك انت، على حسب انت شايف انت هتبيع بكام. تمام، المهم يعني سعر الانصر وخده بالدولار، الناس اللي في مصر تاخده بالدولار عشان احنا زي ما احنا عارفين الدولار يعني قدام الجنيه مش ثابت اليومين دول. تمام، المهم يعني سعر الانصر ب195 جنيه بواقع 4 دولار للقطعه الواحده. نخش بقى على تاني عمله معانا النهارده اللي هي النص جنيه بتاع التضامن. 80 عاما على التضامن، اصدار سنة 2019 وانتهى الاصدار بتاعه سنة 2019. عبارة برضو عن نحاس مطلب الصلب. الوزن بتاعه 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة 2.3 مليمتر. ده يا عم محمد بكام سعر الأنصر؟ سعر الأنصر ب345 جنيه بواقع 7 دولار للقطعة الواحدة. تمام، وكان زي ما احنا فاكرين برضو في الفيديو اللي فات، ارجعوا اتفرجوا عليه هتلاقوني سايبولكوا في علامة الاي اللي فوق دي او فتحت الوصف هتلاقيه ان برضو الجنيه بتاع التضامن ليه سعر وسعر عالي جدا. خلينا نأكد على السعر. سعر الأنصة ب345 جنيه بواقع 7 دولار. نخش بقى على العملة التالتة أو النص جنيه اللي بتاع فرق مصر الطبية، وده اتكلمت عليه في فيديوهات كتير قبل كده بس أسعاره كانتش لسه غليت، وقعدت أنوه الناس عليه إن هي تحتفظ بيه. يا ريت بس حد يكون سمع كلامي. المهم يعني النص جنيه بتاع فرق مصر الطبية إصدار سنة 2021 وانتهى الاصدار بتاعه برضو 2021 عادي. قصدي الخامة اللي هو معمول منها النحاس برضو مطلب الصلب عادي، كلهم ما يعتبروا كده. الوزن بتاعه 6.5 جرام، القطر بتاعه 23 مليمتر، السماكة بتاعته 2.3 مليمتر. كمية السك بتاعته 5 مليون قطعة، يعني ده نص عدد الجنيه بتاعه اللي هو الجنيه اساسا مسكوك منه 10 مليون، لا ده 5 مليون. تمام، بكام بقى سعر الأنصر بتاعها؟ أنا بقول سعر الأنصر عشان ده الأفضل مبيعا ليه. تمام، سعر الأنصر ب145 جنيه بواقع 3 دولار. نخش بقى على رابع عملة معانا النهاردة اللي هي ال50 قرش بتاعت حياة كريمة. نفس برضو الفكرة، الإصدار بتاعها 2021 وانتهى الإصدار بتاعه سنة 2021. والوزن بتاعه 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة 2.3 مليمتر. كمية السك بتاعته برضو نص كمية السك بتاعت الجنيه اللي هي كانت 10 مليون، لا دي هنا 5 مليون قطعة. وده يا جماعة الفكرة هو ده اللي بيديله سعرهم، يعني هو الحاجات، يعني الحاجات دي الندرة وكده هي دي اللي بتدي الحاجات دي سعرها. تمام، السعر بتاعه ب145 جنيه برضو بواقع 3 دولار. وهنخش بقى على العملة اللي بعد كده ال50 قرش بتاعة موكب المومياوات، ودي برضو غالية. إصدار سنة 2021 وانتهى الإصدار بتاعها سنة 2021. الخامة بتاعته نحاس مطل فولاذ. الوزن بتاعه 6.5 جرام، والقطر بتاعه 23 مليمتر، السماكة 2.4 مليمتر. كل اللي فوق كانت 2.3 مليمتر، يعني العملات اللي فاتت دي كانت 2.3 مليمتر، عشان كده بقيت أقول السماكة في الفيديوهات بتاعتي 2.4 قصدي مليمتر. تمام، كمية السك بتاعته مليون قطعة فقط لا غير، ولذلك سعر الأنصر بتاعه ب880 جنيه بواقع 18 دولار. 880 جنيه. هتقولي الأرقام دي بجد؟ هقولك الأرقام دي بجد، بقولك مفيش إلا مليون قطعة منه. شوف انت وصل لك كام قطعة، انت فاهم قصدي؟ مليون قطعة منه بس 880 جنيه بواقع 18 دولار. نخش بقى على ال50 قرش بتاعت 90 عام بتاعت مصر للطيران. إصدار 2022
منتهى الاصدار بتاعها سنة 2022 برضو، عبارة عن نحاس مطلب الصلب. الوزن بتاعه 6.5 جرام، القطر 23 مليمتر، السماكة 2.3 مليمتر. اهو ده يعتبر في نفس السنة بتاعت، يعني مقاربة لنفس السنة بتاعت موكب المومياوات، لأن اللي فاكر موكب المومياوات ده حصل مش عارف في نص السنة ولا في آخر السنة. المهم يعني ادي السماكه اتغيرت بقت 2.3 مليمتر. لذلك انا قلت لكم خلي بالكم النص جنيه بتاع موكب المومياوات ده اهم حاجه، ده حافظوا عليه جدا. لو تعرفوا تلموه من السوق لموه خلوه، والله بكره ينفعكم وبكره تدعوا لي. تمام. المهم يعني السمكة بتاعته 2.3 مليمتر. كمية السك في ناس بتقول والله يعني 5 مليون، فاهم، وفي ناس تانية تقولك لا ده 10 مليون، فاهم، بس هو مفيش. بس انا بقولك الشائعات، تمام، اللي بيدور، عشان الناس لو حد جه يسألك او جه حد مثلا يقولك لا ده مسكوك منها 10 مليون، تقوله شائعات، او 5 مليون تقوله اشاعات، يعني فاهم. المهم يعني دي سعرها للأنصر ب495 جنيه، بواقع 10 دولار وكام سنت. تمام. خش بقى على ايه 7.5 جنيه معانا النهارده، اللي هو بتاع دار الكتب، 150 عمل على دار الكتب دوت، اصدار 2022، وانتهى الاصدار بتاعه 2022. الخامة بتاعته مطلي بتاع ده، قصدي نحاس مطلي بالصلب. الوزن 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.3 مليمتر. بكام يا عم محمد؟ العملة دي اللي هي بتاعت دار الكتب ب380 جنيه، بواقع 7.8 دولار. نخش على آخر عملة يا جماعة، 50 قرش بتاعت 50 عاما على نصر أكتوبر. إصدار سنة 2023، وانتهى الإصدار بتاعها سنة 2023 برضو. والخامة بتاعتها عبارة عن نحاس برضو مطلب الصلب زي ما أنا قلتلكوا كلهم كده. الوزن بتاعها 6.5 جرام، والقطر 23 مليمتر، والسماكة بتاعته 2.3 مليمتر. وده لسه سعره لسه نازل السنة اللي فاتت، شهر 10 السنة اللي فاتت. تمام. وسعره ب165 جنيه، بواقع 3.4 دولار. آخر مزايدة نزلت عليه كانت 3 ومش عارف 42 سنت وبتاع، فأنا حولت لك بس 3 دولار و40 سنت، فاهمين قصدي؟ دي كانت آخر مزايدة عليه في كده في الإيباي. فالمهم يا جماعة ده آخر نهاية الفيديو. فيعني انت لو وصلت لنهاية الفيديو معايا وعجبك المحتوى اللي انا بقدمه، وعلى فكرة معظم الناس فاكرة ان انا بنزل اسعار، انا مش بنزل اسعار يا جماعة. فكرة القناة قائمة ان انا بعرفك ايه الغالي وايه الرخيص وايه يعني ايه الندرة في كده، ايه اللي بيخلي حد مهتم بالعملة دي. بديك معلومات من الاخر عن الشيء اللي في ايديك ده، بدل ما تكونش انت عارف عنه اي حاجة وفاكر ان هو عادي او حاجة قديمة وخلاص. بس هي دي الفكرة اللي قايمة عليها القناة بتاعتي.